بردية تورين. وبردية تورين موجودة في متحف تورين في إيطاليا. والبردية ديت بترجع أهميتها لإيه؟ أهميتها اللي هي موجود فيها أكتر من 300 اسم من أسماء الملوك اللي حكموا مصر من الأسرة الأولى لحد قبل الأسرة 18. أسقط الكاتب فيها ملوك عصر الفترة الانتقالية الثانية وملوك الهكسوس، أو بما يعرفوا عند المصري القدماء باسم الرعاة. البردية ديت كتبت في عصر الأسرة 19، يعني عصر ملوك الرعامسة. والبردية ديت أهميتها برضو اللي هي بتكون من أدق وأفضل المصادر اللي بيعتمد عليها المؤرخين والأثريين في دراسة التاريخ المصري القديم. تاريخ مانيتو. مين هو مانيتو؟ مانيتو كان كاهن ومؤرخ مصري موجود في معبد من معابد سمنود في محافظة الغربية الحالية، واشتهر بعلمه ودرايته للتاريخ المصري القديم، واعتمد عليه بطليموس الثاني في كتابة التاريخ المصري القديم وتدوينه في مكتبة الإسكندرية اللي كانت حديثة الإنشاء في وقتها. وللأسف التاريخ الأصلي فقد في حريق مكتبة الإسكندرية، وكل اللي وصل لنا فيه كان مجرد مقتطفات من التاريخ الأصلي عن طريق اقتباسات من مؤرخين تانيين. عم مانيتو ده جمع التاريخ بقى إزاي؟ جمعه من المصادر والمعابد المصرية الموجودة في وقتها، وكان من المكاتب والمؤسسات الحكومية. قائمة الكرنك. قائمة الكرنك أقامها الملك تحتمس الثالث، وموجودة دلوقتي في متحف اللوفر بفرنسا. والقائمة دي تحتوي على 61 اسم من أسماء الملوك اللي حكموا مصر، وللأسف الاسم الأولاني ممحي، أما الاسم اللي بعديه كان الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة. وذكر الملك تحتمس في القائمة ديت أسامي الملوك لحد قبل عصر الفترة الانتقالية الأولى وأهملها، وذكر اسم الأسرة ال11 وال12 وال13 وال14 وأهمل 15 وال16، وذكر كمان بعديها ال17. ومحدش يعرف إيه سبب ذكر الملوك بالترتيب دوت وإخفاء الملوك التانيين، بس الأكيد الملك تحتمس أقامها لغرض ما اتذكرش ومحدش يعرف السبب فيه لحد دلوقتي. قائمة أبيدوس. قائمة أبيدوس أقامها الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سيتي الأول في أبيدوس. القائمة دي بتزيد أهميتها عن قائمة الكرنك اللي هي بتحتوي على 79 اسم من أسماء الملوك اللي حكموا مصر، وبتبدأ من الأسرة الأولى وبيذكر بعض الملوك لحد الأسرة الثامنة وأهم الملوك أهنسي الأسرة التاسعة والعشرة، وأهم الملوك العصر الفترة الانتقالية الثانية والهكسوس، وذكر من الأسرة 18 جميع الملوك، بس أسقط منهم أخناتون وتوت عنخ آمون وحتشبسوت. وبدأ في الأسرة 19 بجده رمسيس الأول وأبوه سيتي الأول، ثم هو رمسيس الثاني نفسه. والقائمة ديت بتعتبر قائمة مهمة جدا من الناحية الفنية، لأن هي أولا بتقدم رمسيس الثاني بيقدم القرابين ديت لل 79 الملك دول. ثانيا بتزيد على قائمة الكرنك بعدد أكتر في أسامي ملوكها ودقة أفضل في ترتيب الملوك دول.